السلام عليكم ورحمة الله، تبارك الله عليكم خوتي وتقبل الله فطوركم. اليوم غنتكلم على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيهملوه، وفي الصراحة هو موضوع خطير بزاف. علاش؟ لأن هذا الموضوع هذا اللي غنتكلموا فيه هو أن بعض الناس كيصوموا وما كيصليوش. وهنا غنطرحوا واحد السؤال: كيفاش انت كتصوم وما كتصليش؟ واش عارف شنو هي المرتبة ديال الصلاة؟ واخا غنبسط لك الأمور. الصلاة هي أول ما يسأل العبد من الأعمال يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذا أنت إلا ما كتصليش فهذيك الحاجة ديالك صافي تما وقفات، يعني أنت ما كتصليش وقفات. فينا هو الصيام، فينا هما الصدقات، فينا هو الخير اللي كدير، فينا هي الزكاة، فينا هو الحج. إذا أنت تخليتي على العمود الأساسي ديال الإسلام، وكتجي وكتقول لي أنا كنصوم مزيان. الصلاة هي الصلة بينك وبين الله عز وجل، أنت قاطع هذيك الصلة كيفاش أنت صايم. والصيام هو عبارة عن واحد العبادة اللي كتجي بطبيعة الحال من بعد الصلاة. واخا إذا هنا ملي غنقولوا أنت ما كتصليش، علاش كتصوم؟ أنا ما غنقولكش ما تصومش، بل غادي نقول لك هذه الفرصة ديالك باش تنوض وتصلي. صلي وصوم، لعل هذه تكون البداية ديالك بالعلاقة، تربطها مع الصلاة وتكون علاقة زوينة وما تخلاش عليها من بعد رمضان. إذا غنقولوا بأن هذا الإنسان اللي هو كيصوم وما كيصليش، فكما قالوا العلماء والله أعلم أن الصيام ديالو مرفوض. علاش؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقال الله عز وجل: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. قالوا اش دخلكم الجنة؟ قالوا لم نك من المصلين. إذا هنا انت ما غاديش تصلي، اذا راك ما غاديش تصوم. واذا انت كتصوم وما كتصليش فراك كتضرب حياتك كامله والعباده ديالك في واحد الحاجه اللي كتسمى انها باطله. اذا هنا غادي نوقفوا وغنقول لك صلي وعاد صوم. تحياتي لك والسلام عليكم ورحمه الله.